النهارده احنا بنرحب بالاستاذ احمد المصري استشاري مبيعات. اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد. استاذ احمد، احنا عايزين نعرف من حضرتك مميزات الموقع بالكامل لحدائق سفنكس. تحت امرك. طبعا اولا منورين المشروع. السؤال ده مهم جدا لانه بيعتبر نقطه بيعيه اساسيه لكل عميل بيسال عنها. تمام. وهو لوكيشن المشروع او الموقع بتاعه. احنا هنا موجودين في الكيلو 70 على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. الكيلو 70 على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. زي ما حضرتك عارف توجهات الشركه. احنا دايما بنهتم ان المشروع انا شايف بتاعنا كمان ده حضرتك محول الكهرباء. هنا في محول الكهرباء ورا حضرتك ده البير الخاص بالمشروع. عندنا نسبه الملوحه قليله جدا، والاستاذ مصطفى هيتكلم معانا عن حتى الخدمات اللي موجوده. تمام. بالنسبه للوكيشن الكيلو 70 ليه بنتكلم ان هو موقع مميز؟ احنا هنا على بعد 2 كيلو بس من الطريق الاقليمي. الطريق الاقليمي او نهايه حدود مدينه سفنكس الجديده. تمام. ده معناه ان المشروع هنا جنب مجتمع عمراني قوي قادم في الفتره القادمه ان شاء الله. تمام. زي ما كنت بقول لحضرتك توجه الشركه دايما ان احنا بنختار الموقع المميز للمشروع، يا مشروع على الطريق مباشره يا مشروع على عمق قليل جدا من الطريق. احنا هنا على عمق 900 متر ويمكن اقل من 900 متر من طريق مصر اسكندريه الصحراوي. المميز في طريق مصر اسكندريه الصحراوي ان هو يعتبر محور التنميه العمراني القادم واللي الدوله موجهه له توجه قوي جدا. هنا الارض اللي بيشتري ارض هي زراعي بحيث ان هو بيستفاد منها كمزرعه لكن بمستقبل سكني، ويمكن كل الناس عارفه دوت. ايه اللي بيميز طريق مصر اسكندريه الصحراوي؟ المحاور. احنا عندنا هنا رابطين باربع محاور اساسيين. محور تحيا مصر، محور الضبعه، وعندنا كمان طريق الاقليمي، ومحور سفنكس الجديد اللي بيقام داخل المدينه. تمام. طبعا طريق مصر اسكندريه الصحراوي لا غنى عنه. ممتاز طبعا. فهنا كموقع كلوكيشن احنا بنوصل من الشيخ زايد في اقل من 35 دقيقه. فده مميز جدا لاي حد بيدور على المزرعه بتاعته ان هي تكون قريبه من السكن. زايد اكتوبر حتى اللي بيجي من التجمع في الطريق الاقليمي احنا على بعد اقل من وتقريبا كمان يعني حضرتك هو قريب كمان من بعض المحافظات اللي موجوده طبعا. شبكه الطرق الجديده اللي الدوله بتعملها بقت زي المنوفيه مثلا، صح كده؟ مظبوط. والسادات والسادات بالظبط كده. مدينه السادات مميز في موقعنا وناس كتير عارفين ان احنا هنا اهوت قبل مزارع دينا ب 8 كيلو. تمام. فاحنا شايفين ان المكان او الموقع للمشروع هو موقع مميز جدا، ويمكن ده اللي كل عملائنا حسوه وخلى الاقبال كتير على المشروع. لا وما شاء الله طبعا كمان الدوله يعني ما شاء الله بدات تعمل انجازات رائعه جدا 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 يعني أكيد. في موضوع الطرق وقربت المسافات كتير. طبعا احنا شايفين قدامنا كده حضراتكم ده عنبر. دي منطقه الخدمات هنا داخل المشروع. ده عنبر بمساحه كبيره، العنبر ممتد على مساحه فدان. تمام ما شاء الله. طبعا حاليا جري عنبر ورفع المستوى بحيث ان العنبر دوت هيكون الاعضاء اللي مشترين داخل المشروع. تمام. بحيث ان اي عميل حابب ان هو يعمل تربيه مواشي للاضحيه او يعمل مشروع ويستخدم العنبر، احنا بنوفر عليه ان بدل ما يحتاج ان هو يبني عنبر في الارض بتاعته هو يقدر يستخدم العنبر بتاعنا الخاص بالشركه، سواء اذا كان عن طريق ان هو ياجر بارتيشن او لو حابب ان هو يتملك جزء منه كمان فده مطروح. تمام. طبعا احنا سعداء بحضرتك جدا 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 والله يا استاذ احمد. وطبعا احنا النهارده زي ما انتم شايفين حضراتكم مدى الانجازات اللي بتتم في حدائق سفنكس.